اهلا وسهلا بيكم في قناتي الطبخ للجميع. النهارده هنعمل محشي بتنجان وفلفل وكوسه كده، او اعرفكم الطريقه بتاعتي اللي انا بعمل بيها المحشي. اول حاجه احنا معانا طبعا الطماطم، ومعانا خضره، ومعانا هنا البهارات ورز والزيت، وكمان معانا بصلايه حاطينها في الحله. دلوقتي هنروح على البوتاجاز، بس الاول نتعرف على البهارات. انا دي البهارات الاساسيه بتاعتي: ملح، فلفل اسود، كمون، شطه، وبهارات. دي اساسي عندي في كل اكل، وهي دي الاساسي بتاع المحشي. هنروح على البوتاجاز دلوقتي ونشوف الطريقه مع بعض. احنا كده في حله على النار فارمين بصلايه معاها قرن فلفل رومي، بس الفلفل الرومي ده كان حراق. هنسيبها دلوقتي كده مع شويه الزيت، وبحب احط لها نص معلقه سمنه بس تطعمها. بسم الله. كده احنا حطينا معلقه السمنه، والله من قبل يعني من لسه ما تغلي اصلا او تتحمر كده، ريحتها تحفه. هنقلب لحد ما تاخد لون ذهبي ونحط لها الصلصه. حطينا كده الطماطم بعد ما البصله احمرت شويه. هنسيبها بقى تتسبك خالص لحد ما الزيت بتاعها يطلع على الوش، وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. كده هنا في طبق حطينا رز على الخضرة، هنقلبهم شوية، وبعد كده نبتدي برضو ايه نحط بقية المكونات كده. لا يعني المحشي الحاجة الوحيدة اللي المفروض بتتقلب بالايد الصراحة، مش بالبتاع. مبحبش البس جلافز وانا بعمل الاكل المحشي بالذات، اكلة المحشي بالذات ما بحبش البس فيها جلافز. بعدين هنحط دلوقتي التوابل كلها كده كده، وكمان هنحط رشة نعناع نفرقها في ايدينا كده، دي مش حلوة كده. كده احنا كمان حطينا الصلصة والنعناع والبهارات، هنديها تقليبة حلوة بقى كده. بسم الله. هنقلبها كويس ونشوفها تاني لما نقلبها تبقى عاملة ازاي. كده المحشي اهو، ما بنملاش البتنجانة قوي لاخرها كده المنظر ده. احنا جبنا البتنجان قورناه وغسلناه اهو بالمنظر ده، فيها عقلة تخلوا فيها قد عقلة اهو كده، ونحطها في نفس الحلة اللي كنا مسبكين فيها، يعني مش هتفرق. وكده الفلفل برضو، فلفل ما بنمدهوش قوي كده. بسم الله اهو بالمنظر ده. ننضف اي حاجة على الفلفلاية، ما تخليهاش تطلع بره عشان ما يبقاش شكلها حلو في الحلة، يعني لما تيجي تستوي الرز بيطلع بره كله اهي بالمنظر ده. وكمان نشوف الكوسة اهو كده. انا هكمل بقية الحلة كلها ونشوفها برضو وهي بتستوي عاملة ازاي، وهنعمل جنبها شوية كشك ألمص بطريقة سهلة وحلوة قوي. في ناس كتيرة بتحب الكشك الألمص ده بس ما تعرفش تعمله اهي، ده كده بالمنظر ده كده. ونحطها برضو في الحلة، نكمل احنا بقى رص الحلة كلها ونشوف برضو في الاخر الاكل بيبقى عامل ازاي شكله. ده شكل المحشي بعد ما حطينا له المية بتاعته، اللهم بارك. دي شوربة مش مية، انا نسيت. دلوقتي هنغطي عليه ونسيبه يغلي براحته، وهنشوف برضو الكشك دوت بيتعمل ازاي. كده على النار غسلنا مثلا نص كوبايه رز، او يعني كبشتين رز كده، غسلناهم وحطينا لهم مج شوربه. هيسيبهم يستووا شويه ويغلوا شويه، وبعد كده برضو نشوف الطريقه مع بعض. كده في حبه ميه هنحط عليهم معلقه دقيق كده، وهنقلبهم. ومعانا طبعا كوبايه اللبن دي كده. اول ما الرز يستوي هنحط له كوبايه اللبن، وبعد كده نحط ايه الخليط بتاع الدقيق والميه دي. احنا مش هنحط لها حاجه خالص عشان هي واخده شوربه، ولا فلفل اسود ولا الكلام ده، مش هنحط لها اي حاجه من الكلام ده. هي واخده شوربتها وملحها كويس، فايه هتبقى طعمها حلو يعني. بس كده، ونشيله على جنب بقى لحد ما نشوف الرز يستوي، وهنكمل مع بعض. كده هنحط اللبن بالمنظر ده، عايزه تزودي لبن براحتك كده.
هنديله غلوة كمان بس بسيطة، وبعد كده نحط له الدقيق بتاعه كده. بعد ما استوت واللبن دخل جواها شوية هنحط لها بقى المية بالدقيق كده ونقلب ونرجعها على النار ونشوف سمكها. هنا كمان مقطعين بصلايه حاطين عليها معلقه كبيره سمنه، هنحطها برضو تاخد تحميره بسيطه كده تبقى ذهبي حلو كده، ونشوف برضو الطريقه مع بعض. ده البصل كده بعد ما اتحمر هو لونه حلو بس الكاميرا ظلماه اهو كده. هنحط بقى السمنه اللي احنا حمرنا فيها البصل دي هنا كده ونقلب. مش عايزه تعمليها بشوربه عشان بس ما يغمقهاش، براحتك كده. ريحته تحفه وطعمه والله بيبقى تحفه برضو بالمنظر ده كده. هنشوفه برضو في التقديم وهنشوف المحشي حلو قوي. ممكن بقى عايزه تحطي بصلتين بس كده، بصل ما شاء الله مقرمش برضو كده، بس تسيبه بقى يستهدى شويه وبعد كده نشوف الاكل بقى في الاخر. ده شكل المحشي، شكله تحفه اللهم بارك، بوكيه ورد وكمان الكشك حلو قوي. يا رب الاكله النهارده تعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك ان شاء الله. قناه تكبر بيكم كده وليكم ان شاء الله، ويكون طريقتي في المحشي عجبتكم. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.